أعتقد بأن أصبحت الدول العربية والعالم العربي حصريا هو المكان الأكثر احتضانا للنزاعات المسلحة. بالنسبة يعني اليوم في الختام يعني زرتم العديد من المرافق، كيف تنظرون لمدينة العيون؟ مدينة العيون الحقيقة وبمشاركة كافة زملائي المشاركين لي في هذه القافلة تفاجأنا بهذا المستوى العظيم والراقي. هذه المدينة الجميلة التي وضعت في مخططها بأن لا تنسى طفل من خلال إنشاء حديقة. هذه المدينة الآمنة التي تفاجأنا بمستوى الهدوء الموجود فيها وبرقي الشعب الذي يعيش في مدينة العيون وتقدمه ومراعاته لكل ما في شأن التقدم من شؤون. حقيقة كانت هذه المدينة مريحة جدا، ولربما طلبت من سعادة الوالي عندما اجتمعنا به قلت له أتمنى أن تكون مدينة العيون موجودة على الخارطة السياحية المغربية، لأنها تستحق أن تكون هذه المدينة ضمن الخارطة السياحية المغربية لكونها تعتبر منتجع جميل جدا. البحر موجود في هذه المدينة والطبيعة الجميلة موجودة والهدوء والأمن موجود فيها، وكل ما يطلبه السائح في وجهته موجود في هذه المدينة. لما لا تكون على الخارطة السياحية المغربية هذه المدينة؟ وأعتقد إذا أدرجت على الخارطة السياحية سيكون لديكم العديد جدا من السياح ومن الضيوف، وأنا متأكد سيغادرون هذه المدينة وهم مرتاحون، لأنكم أناس طيبين جدا وناس تعشقون وجود الضيف بينكم. هذه ميزة ليست موجودة لدى أي مدينة سياحية. في اعتقادك كسياسي كيف تنظر كذلك لمشروع الحكم الذاتي؟ هل هو كفيل بإنهاء هذا المشكل المفتعل؟ طالما أن الحكم في المغرب وعلى رأس هذا الحكم جلالة الملك محمد السادس لديه هذا التوجه، وطالما أن الشعب الموجود في مدينة العيون يعيش في مدينة العيون لديه رغبة في هذا التوجه، لما لا يا أخي؟ طالما أن هذا الشعب لديه قناعة مطلقة بأنه على استعداد بأن يدير نفسه بنفسه، وطالما أن النظام الملكي يرضي هذه الرغبة، أعتقد بأنها ستكون خطوة إيجابية لتقدم هذه المدينة أكثر وأكثر. فأنتم تستحقون الرقي وتستحقون التقدم، لأنكم قد عملتم على نفسكم أكثر من أي جهة أخرى، وأصبح لكم مدينة جميلة جدا هي مثال لمعظم الدول العربية التي تعتبر نفسها هي الوجهة الأجمل في مجال السياحة. شكرا لكم. عندي سؤال. مرحبا بكم بمدينة العيون. مرحبا بك. أنا عندي سؤال، هو هل هناك يعني تفكير في دائرة مستديرة للتوسع في حوارات مع جمعيات في يعني تنهج نفس النهج الذي تنهجونه وهو الدبلوماسية الموازية أو مشروع الحكم الذاتي؟ يا سيدي، بطبيعة الحال هذه المنظمة هي معنية بكافة القضايا الإنسانية وقضايا تنمية المجتمع المحلي. إذن نحن لن نتردد بالتواصل مع أي جمعية، لا نتعامل مع أي جمعية بناء على نهجها السياسي. نحن بعيدين كل البعد عن السياسة وعن النهج السياسي. نتعامل مع جميع الجمعيات بما تقوم به من إنجازات. فإذا كان هناك أي جمعية تقوم بإنجاز وإنجاز ينعكس على المجتمع المحلي، نحن نفتخر فيها ونكون ضمن واجبنا التواصل معها والارتقاء بعملها وتدوين إنجازاتها ونجاحاتها، وهذا الشيء سيضيف لنا أيضا. نحن سيكون لنا تواصل مع معظم أو كافة الجمعيات المعنية بمجال حقوق الإنسان وتنمية المجتمع المحلي. بالقريب العاجل إن شاء الله سيتم مخاطبة العديد من الجمعيات في المغرب، ولن نتوانى عن دعم هذه الجمعيات معنويا وإعلاميا، وإن كان هناك أي دعم آخر قد تطلبه الجمعية نحن بإذن الله لن نتورع عن تقديم هذا الدعم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم.